دابا اختي ملي غتشوفي هاد النتيجه ما شاء الله ما غاديش تنوضي تحيدي داك العكز. شوفي الليمون دابا راه موجود. البنات بعدا قبل ما نعطيكم الوصفه راكم عارفينها، بالنسبه للبنات الجداد اللي كيسولوا عليها لا كيقولوا يسرا راه الوصفه ملي كنستعملها لوجهي وجهي اختي كيبان ليا احمر. اختي انا ملي كنستعمل الوصفه كيفاش كيبان ليا شتي مزينك حاجه عاديه البنات، بشويه بشويه كتمشي داك الحموريه. ما اختي كتبان لك واحد النتيجه ما شاء الله في وجهك وكتحسي بوجهك مجيبد. اختي هاد الوصفه ديال النضاره ياك كتخلي وجهك هكا كيبري ما شاء الله ومجيبد. المهم الزين ديالي كيف قلت لك القشور ديال الليمون هذا شتي هذا البرتقال اختي هو هذا البنات عرفتوا وريتو لكم حيت بزاف ديالكم كيقولوا اختي واش الحامض. لا اختي ماشي الحامض هذا البرتقال غير حنا في كازا كنقولوا اختي الليمون. المهم الزين ديالك كتاخذي القشور ديال الليمون، خدي جوج ليمونات زعما القشور ديالهم ولا ثلاثه، ديروا مع كويس ديال الماء. كويس ديال الماء ديروه فواحد الكاسرونه ديرهم اختي حطيهم فوق البوطه خليهم كيغليو مزيان مزيان مزيان. كيبان لك اللون ديال داك الماء تبدل، كتحيدي القشور يعني كتصفي الماء من القشور وكتزيدي معلقه ديال النشا، معلقه كبيره ديال النشا وكترجعي اختي فوق البوطه وانت كتحركي على نار زعما نهار مهيله حتى كيبان لك داكشي ولا اختي بحال الكريم. كطفي البوطه الزين ديالي. البنات كنقول لكم ديما تزيدوا اللوز الحلو في الوصفه ياك. بالنسبه للبنات اللي عندهم زيت اللوز الحلو زيد قطره ديال زيت اللوز الحلو في الوصفه باش كيعطيك الترطيب. وديما كنقول لكم البنات اللي ما عندهمش زيت اللوز الحلو ديروا اختي مرطب من ورا الوصفه. انا صراحه البنات لقيت زيت اللوز الحلو سالا ليا، درت غير قشور ديال الليمون ومعلقه ديال النشا هما اللي درتها البنات. ولكن ضروري البنات خاصني نرطب وجهي. هو هذا البنات اللي كنقول لكم اللي ما عندها زيت اللوز الحلو بالنسبه للوصفه ضروري ما ترطبي ليا وجهك. انا بعدا قبل خليني نكمل بعدا معاكم وكنرطب في وجهي. هذا البنات استعملي اختي مورا الوصفه رطبي لي اختي وجهك. هذا باش كيعجبني البنات ما شاء الله ما كيخرج لكم الحبوب. سمعوني مزيان، ما كيخرج لكم الحبوب، كيعطيكم واحد الترطيب خيالي للبشره. شوف الوصفه كتعطيكم النضاره كتعطيكم الجباد ما شاء الله، كتنقي لكم لابو ديالكم فهمتوا. مرطب ضروري عندك زيت الحلو زيت اللوز الحلو زيديه في الوصفه يعني تقدري تستغني عن المرطب من بعد. ما عندك زيت اللوز الحلو استعملي لي اختي المرطب. شوفي هذا ديال ايكلادر البنات غتلقاوه في لي بارا ولي فارماسي. ونصحكم البنات في هذه الوقيته صراحه الترطيب ضروري. بغيتي وجهك ما شاء الله ما يتكمش لكم البنات ما ينشف ما حتى شي حاجه ديما رطبي لي اختي وجهك بلا وصفه. ديما كنقولها لكم حقا شوفوا ما شاء الله فمي صاحبي دابا دايره شعكر والله ما دايره شعكر اختي. راه غادير اختي الوصفه اللي كنعطيكم البنات ديال الشفايف اللي فيها اختي كوماج وفي نفس الوقت كتعطيكم اللوين ديال الفم اللي درتها البارح وبت بيها. وشوفوا ما شاء الله فمي كيفاش صابح. المهم اختي هذا اختي تحتاجوها في رمضان البنات راكم عارفينها. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش الوصفه اختي خلي لي في كومونتير ونشاركها معاك. شوفي اختي ما شاء الله اللهم بارك وجهي حمقني البنات. شوفي عرفتي كتحسي بواحد الرطوبيه وكتحسي بوجهك مجيب بدا. شوفوا البنات الحموريه بدات كتمشي بشويه بشويه يعني الزين ديالي الا شتي وجهك حمار لك مع الوصفه ولا اختي حمر ما تخافيش الزين ديالي راه انا كيحمر لي. راه كنقولها لكم البنات شوفي ما شاء الله. المهم اختي قشور ديال الليمون والنشا وما تنسيش ترطبي لي اختي وجهك بايد غادر ديال الاكلادر كيف قلت لكم راه ما كيخرجش الحبوب نهائيا وكيصلح لجميع انواع البشره. وبازينا البنات مده ديال الترطيب ديالو كتبقى مده ديال 72 ساعه. هو هذا اختي واعر رطبي بختي وجهك ديما بلا وصفه كيف قلت لك. ما اختي بالنسبه للبنات المجربين لي الوصفه خلي لي اختي كومونتير قولي لي كيفاش جاتك. بالنسبه اختي البنات الجدادات اللي يلاه غيشوفوا الوصفه نوضي اختي بلا عكز راها ساهله. نوضي اختي قاديها شوفي وردي عليا اختي ضروري ما تردي عليا. شوفي ليا ما شاء الله الرطوبيه اختي والبيوضيه. شوفي ما دايرش اختي الفلتر باش نقول لك شوفي لي البيوضيه بلا فلتر البنات. شوفي ما شاء الله البنات اللهم بارك ما دايراش الفلتر اختي باش نقول لك شوفي راه بايضين. شوفي غير من هاد الحبوبات اللي ناضوا لي البنات بقاو الاثار ديالهم دابا كنداوي فيهم غتعرفي اختي ما دايراش الفلتر الزين ديالي. المهم اختي اول حاجه غتحتاجي جوج ديال الحوايج ماشي ثلاثه وماشي اربعه الزين ديالي. يكون عندك ضروري هذا كريم ديال غليسولين الاوريجينال اختي اوريجينال اختي ديال 30 درهم الكبيده ديالي. غتاخدي اختي من الماكياج ياك غتاخدي اختي واحد الحفينه منه اللي غتكفى في يديك. بغيتي ديري رجيلاتك اختي ديريهم رجيلاتك ما شاء الله كيخليو الرجيلات هكا برطوبيه والبيوضيه. غتاخدي واحد الكميه اختي من الكريم ديال الغليسولين اللي هو هذا اختي غتعصري عليه الحامض مزيان 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 مزيان. شوفي هاد الوصفه ما شاء الله كتبيض داك ملي كتحبسيها كاع ما كترجعش اختي على يديك. واش فهمتي كنعطيك واحد الحاجه اللي من هنا قدام ما شاء الله واخا تحبسيها الزين ديالي كيبقاو يدياتك هكا ما شاء الله لا ضرر ولا ضرار. المهم الزين ديالك كيف قلت لك كتعصري على الحامض مزيان خلطي لي اختي يدياتك ميهم مزيان ولكن اختي تسالي غسل الماعن حتى الليله الكبيده ديالي وديري هادشي اللي قالت لك نعطيكم هذا ياك. خدي ما اختي راهم رخاص عرفتي باكيه شحال كدي اختي باكيه كدي
ديري اختي الليكات، خلي ساعتين ديال المكانه، 3 السوايع ديال المكانه ياك. بغيتو البنات من بعد 3 السوايع ولا 2 السوايع تغسليها ماشي مشكل. ملي تغسلي اختي رطبي ليا يدك بهذا. انا صراحه بعض المرات كنحيد الليكات من بعد 3 السوايع بحال هكاك، وكنخلي الوصفه يدي وكنبات بها البنات حتى الصباح اختي. وغسلي اختي يدياتك مزيان اختي بالصابون، ما تخرجيش بهاد الوصفه اختي للشميشه. وحتى الا كنتي دايره اختي هذا بوحدو ما تخرجيش به للشميشه. هذا اختي كيكحل، هذا غير بوحدو اختي كيكحل. واش فهمتوا؟ يعني تفاداو البنات انا كنت تعملوا هذا في الشميشه. ديري اختي يوميا وشوفي ما شاء الله يا اختي. شوفي والله اختي ما دايره الفلتر، ما كنديرش الفلتر انا باش نقول لك. شوفي البيوضيه ديال اليدين، شوفي ما شاء الله. ومع ذلك البنات انا راه يوميا في الشموشات، يعني يديا ديما معرضه للشموشات يوميا. شوفي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. المهم اختي سيري ديري اختي الوصفه سهله. الكليسوليد والحامض، ما كنقولش لك شي حاجه اخرى. الكليسوليد والحامض وتفكريني يكون عندك اختي هادو يدياتك ما شاء الله يكونوا كيشعلوا. خض لك تشخا يا اختي واخا يديك ما شنو فين ما عرفتش فين كتخدمي الزين ديالي. ديري اختي غير هذا غنقول لكم ما شاء الله واش انت بصح كتخدمي في ديك البلاصه اللي كتخلي يدك ديما ناشفين واختي ديما كحلين.